مساء الفل. انا باسم اسامه، ودي اول حلقه من بودكاست الرحله. في الحلقه دي هتكلم بشكل مختصر عن انا مين، وايه فكره البودكاست، وايه اللي تستنوه من الحلقات الجايه. طبعا انا بتاسف على السكريبت ده عشان دي اول مره ليا، فطبعا مش من الطبيعي انه اصلا البودكاست يكون فيه سكريبت. انا عامل سكريبت الاول حلقتين 3 عشان انا قاعد اوصل فيها فكره معينه او احكي قصه معينه، قصتي او قصه البودكاست. فعشان كده ده السبب الوحيد اللي هو انتوا هتشوفوني اول حلقتين 3 هيكون فيهم البودكاست، هيكون فيهم السكريبت ده. من حوالي سنتين، اعتقد سنتين ونص، ابتديت اقرا كتب وابتدي اسمع بودكاست، كذا بودكاست عن البيزنس. والفكرة ان انا صراحة وقعت في حب البيزنس. فطريقة تفكيري طريقة عامة في تفكيري في المستقبل او مستقبلي، تخطيط الاهدافي اختلف تماما. فكل اللي عملته ان انا ابتديت اول بيزنس ليا من حوالي سنتين ونص. طبعا فشل ذريع. وبعديها ما استسلمتش، وبعد كده ابتديت البيزنس التاني ليا وبرضه فشل. ما عملتش اي حاجة، ولكن اللي حصل هي اللي انا اتعلمته الفترة ديت. فبعد كده كنت فاكر ان المشكلة فيا انا، والحقيقة طلعت ان المشكلة فعلا فيا انا، انه انا ما كنتش عارف كفاية. طبعا بعد كل دوت ابتديت تالت بيزنس ليا، ودوت اللي لسه معايا لحد دلوقتي بقاله حوالي سنة و7 شهور تقريبا. الفكرة انه كل حاجة اتغيرت عن حياتي، عن طريقتي ان انا اخطط فيها لاهدافي، اخطط فيها لحياتي. كل ده اتغير بسبب الحاجات اللي انا كنت بقراها والكونتنت اللي كنت بسمعه، اللي هو كان منه البودكاست. بعد كده كانت تقريبا كل الفترة ديت من اول ما ابتديت بيزنس لحد دلوقتي، كل حاجة كنت بتعلمها كنت بسجلها فيديو واخليه دايما معايا، بس عمري ما طلعته بره. ايه الفكرة؟ ان انا كنت بحس ان انا اناني جدا، لانه كل حاجه انا بتعلمها انا ما بفيدش بيها حد، اذا كان الحد ده قريب او بعيد انا ما كنتش بفيد بيها حد، كانت مجرد ليا انا. طبعا اي حاجه كنت بتعلمها من خلال البودكاست كونتنت او اي كتاب كنت بقراه كنت بسجلها. ده غير كل المرات اللي انا فشلت فيها في البيزنس، دي كانت اكتر مره اتعلمت فيها. ف يعني كان حلمي ان انا ابتدي انشر الحاجات ديت، ابتدي افيد بيها ناس. فاللي حصل انه انا فعلا ابتديت احقق حلمي، انه انا ابتدي انشر الكلام ده عن طريق البودكاست اللي هو الرحله، واني ابتدي اسجل واحده من الرحلات، وهي رحلتي انا الشخصيه، رحلتي ان اكون سيلف ميد مالتي مليونير، وان اكون واحد من اكبر المؤثرين في الشرق الاوسط والعالم. ومش رحلتي انا بس، رحله ناس كتيره جدا هتكون معانا هنا، شباب كتيره جدا هتكون معانا هنا، اللي انا متاكد 1,000,000% ان هم ممكن تكون الناس ديت معاك في جامعتك او كليتك او بلدك، او حتى ممكن تكون نفس العماره. اللي انا بتكلم فيه انه الناس دي فعلا فعلا قريبه مننا. لو حابب تكون معانا في رحلتي ورحله كتير من الشباب اللي هتكون معانا هنا، كل اللي انت محتاج تعمله انك تعمل فولو او سبسكرايب على حسب انت بتشوفنا او بتسمعنا منين. واتمنى ان انا على مدار الرحله ديت اقدر اوريكم جانب مختلف من الحياه، من التفكير، وان اقدر اوصل رساله ناس كتيره وشباب كتيره تكون معانا هنا بالشكل الرساله دي تستحقه والنادي تستحقه. وبس كده. دي كانت حلقة صغيرة عني وعن البودكاست، واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.